حرب وسلام وفداك يا بلادي. لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. تحيا بقيادة علي بسياسات احترافية واللي العالم يشهد فيه أعمار وبنية تحتية وجهود كبيرة تنميه وإصلاحات اقتصادية. بلادي حاضرها وماضية فوق الكل تعيش بيا. عاشت حرة ودامت حرة مصر بخير. مصر بخير. مصر بخير إن شاء الله. اهلا بكم وتغطيه خاصه للتلفزيون المصري اليوم الثالث على التوالي الانتخابات الرئاسيه 2024 من مركز ومدينه كفر الزيات. رايك بقى في الصوره الجميله في اليوم الثالث وما زال توافد الجمهور لاداء بصوته في مركز ومدينه كفر الزيات وبالتحديد لجنه المغتربين. بصراحة هي حاجة مشرفة جدا ودي بتدل على ذكاء الشعب وفهمه الوضع السياسي وتطور ان الناس فهمت وحتى جميع الأعمار جميع الفئات نزلوا شاركوا. كبار فوق 60 سنة وتحت ال 60 سنة وشباب صغيرين 18 سنة و20 سنة و25 سنة كلهم نازلين مشاركين عارفين دورهم الإيجابي في الحلول السياسية لاختيار الرجل المناسب للدولة. انا اول مره اصلا انزل انتخابات لان السن سمح، بس هو انا شايف ان الشباب كلها متحمسه. كل المسيرات اللي انت شايفها ديت من اول يوم طلاب مصر كلهم بيشاركوا العرس الانتخابي من اول لحظه من الانتخابات الرئاسيه، واحنا بنحث شبابنا على النزول وعلى المشاركه الايجابيه في الانتخابات الرئاسيه لان ده عرس انتخابي وده حق دستوري كلنا بنشارك فيه. والله هي الصوره بنفسها بتعبر عن نفسها، الناس فرحانه وعندها بهجه وكله ماشي تمام والحمد لله ما فيش اي مشكله. بس احنا بندي رساله للناس اللي بره ان احنا موجودين والبلد موجوده والشعب موجود وشعب واعي وشعب ناصح. اي بني ادم خلقه ربنا في جمهوريه مصر العربيه ينزل ويشارك ويدلي بصوته ايا كان اللي هيصلح مين، بس اهم حاجه يكون ينزل ويدي صوته. احنا طالعين عشان خاطر مصر كلنا، ما احناش عايزين اي حد يبقى احسن من مصر خالص. احنا كويسين كلنا ومصر كلها كويسه ومصر كلها بتحب بعض وينزل وشارك. كلنا بنحب مصر وينزل بشارك. الموقف اللي احنا شايفينه النهارده كل الناس بتشارك في هذا العرس الجميل والكل بيأدي بصوته وده حق الجميع ان كل واحد يدخل ويشارك ويقول تحيا مصر حفظ الله مصر. الجميع بيشارك ان احنا باذن الله نكون مجتمعين دايما في الخير ودايما كل واحد بيطلب صوته بكامل الحريه. ما فيش حد بيجبر حد على ان يختار حد ولكن كل واحد بيأدي عن رأيه الشخصي وصفته وان دل على شيء يدل على الديمقراطيه والحريه في البلد اللي احنا فيه. هذه كفر الزيات ناس محترمين وكله طالع يشارك نساء ورجال وشيوخ. بشكر دموع مصر كلها وبالاخص بلدي كفر الزيات في المشاركه النهارده رغم ان هو ثالث يوم الا بسم الله ما شاء الله بضربه ولا اروع ولا اجمل من الاقبال الجميل المستمر اللي منقطع النظير. انا بشكر المواطن بتاع كفر الزيات لانه فاهم وواعي امتى يقف مع بلده
والمخاطر اللي بتمر بها البلد، وبعرف بضرب مثل للعالم كله ان مصر كلها على قلب راجل واحد. صوتك امان، انزل حط صوتك، صوتك امان. الاقبال سواء من الستات سواء من الشباب، كل مجموعات كبيره جدا، الناس كلها نازله بتشارك وفرحانه جدا وشايفه تجمعات كبيره جدا. المشاركه جميله جدا جدا من اهالي كفر الزيات والغربيه كلها عموما، وانا جايه النهارده من اول يوم، ومش جايه عشان احط صوتي، لا انا موجوده على طول. رئيس اللجنه العليا للانتخابات أدلى بتصريح مهم جدا بالأمس، قال إن في بعض اللجان نفذت بطاقات الاقتراع. تعليقك على الصورة الجميلة دي إيه من الشعب؟ لا، الصورة جميلة، والشعب المصري دايما في الأوقات المهمة والأوقات الصعبة كله إيد واحدة وكله موجود. احنا فعلا في عرس ديمقراطي وبنحب الرئيس وبنحب مصر، ودي بلدنا ولازم نخاف عليها. انزل وشارك، خليك إيجابي. صوتك لمصر، انزل وشارك، صوتك امانه. صوتك لمصر، انزل وشارك يا فندم. انزل وشارك، تحيا مصر. تحيا مصر. مشاهدينا، نجدد التحية لحضراتكم مرة تانية. بداية طبعا أشكر الزميلة غادة الدسوقي، ومتواصلون مع حضراتكم في تغطية حية على الهواء مباشرة من خلال شبكة مراسلين على مستوى محافظات الدلتا الخمس. في الحقيقة احنا بنقول دائما تحيا مصر، تحيا مصر دائما وأبدا. تحيا مصر بشعبها، بجيشها، بشرطتها، بكل مواطنيها. تحيا مصر بالبناء والتنمية والاستثمار. نزولك أيها السيد المواطن هو خوف على بلدك، نزولك هو أنت عايز تنمية، استثمار، أمن، أمان، صورة بتنقلها حضرتك للعالم سواء كنت رجل أو امرأة. ما شهدناه من أول يوم حتى الآن هي ملحمة وطنية بكافة المعايير وبكافة المقاييس. مش أنا اللي بقول الكلام ده أنا بتابع الأصداء العالمية الخارجية وبلاقي إشادة بما قام به المواطن المصري في الإقبال الكثيف على لجان صناديق الاقتراع. دلالة ذلك فشعور المواطن بالخوف على بلده، شعور المواطن في استكمال البنية الأساسية في بناء هذا المجتمع العظيم، في الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها مصر. ولا بد أن تنزل. لسه قدامك تقريبا 4 ساعات ونص تقريبا لحد الساعة 9 قدامك فرصة أنك أنت تنزل. الدولة كلها وفرت لك، الدولة كلها سخرت لك كافة وزاراتها، وعلى رأسها طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات اللي قدمت كافة التسهيلات لكل المواطنين على جميع أنحاء مصر. ما فيش مواطن على أرض مصر إلا وأنه وجد التسهيلات الكافية أنه يذهب إلى صناديق الاقتراع واختار كيفما تشاء، اختار اللي انت عايزه. المهم انك انت تنزل وتشارك وتمارس حقك الدستوري
الذي كفله لك كمواطن. طبعا احنا مستمرين مع حضراتكم مباشرة على الهواء طبعا في تغطية حية من خلال شبكة مراسلينا، وضيفي الكريم سيادة اللواء الدكتور خالد إدريس، عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومساعد مدير أمن كفر الشيخ سابقا ومدير إدارة حقوق الإنسان سابقا. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يا فندم، في البداية أنا قلت مش عايز أقول كلام اتكرر، يعني احنا قلنا كل اللي جوانا، ولكن عايز أذكر هذه الملحمة الوطنية بالفعل، وأنا لا أقول ذلك ولكن العالم الخارجي هو الذي يقول ذلك، بأن المواطن المصري ما زال يضرب لنا الأمثلة في الانتماء لهذا الوطن العظيم، وأن نزول هذا المواطن للمشاركة في العملية الانتخابية ليس فقط أنه يمارس حقه الدستوري ولكن خوفه على بلده. عايز أتكلم على هذه الملحمة الوطنية وما دلالة ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة في الأول عايز أهني الشعب المصري على مشاركته الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي، ونزول المواطنين من أصغرهم لأكبرهم إلى اللجان الفرعية واللجان العامة للانتخابات علشان يؤيدوا مرشحين الرئاسة. ده بيدي انطباع ان الانسان الوطن له جواه انتماء وولاء، له محبة لهذا الوطن، عايز يظهر هذه المحبة بان هو ينزل الانتخابات، بيترجم هذه المحبة والانتماء للوطن من خلال نزول الانتخابات، من خلال ان هو يحط صوته في اللجان الفرعية. المواطن شعر دلوقتي وشعر فعلا في الفترة الأخيرة بأهمية صوته، وإن هو الدولة هتسمع كلامه وقرارات الدولة هتكون منصفة ليه لما ينزل يديها صوته، لما يتأكدوا إن المواطن إيجابي وعايز في عرس انتخابي في كل أنحاء مصر، بداية من أول ساعة في الانتخابات وحتى الآن وإلى إن شاء الله انتهاء هذا اليوم. كلنا متواجدين في الشوارع، كلنا متواجدين أمام لجان الانتخابات، كلنا مع بعض إيد واحدة علشان نرفع الوطن ده وتحيا مصر. وتحيا مصر دائما. لماذا هذه الكثافة من أول يوم من الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية؟ وجدنا هذه الكثافة بشكل ملحوظ. لازم برضو حضرتك تشوف ان الفترة الأخيرة فعلا في مؤثرات كثيرة خارجية وداخلية أثرت على العملية الانتخابية. أولا بداية من أثرت إيجابيا على المواطن. طبعا أثرت بشكل إيجابي فعلا. هو يعني يعتقد البعض ان هي هتأثر سلبي، لا هي أثرت إيجابي. يعني الحرب الدائرة حاليا مع إخواننا الفلسطينيين في غزة، وشعور المواطن المصري بأن هو معرض، البلد بتاعته معرضة لانتهاك سيادتها وانتهاك أراضيها، وإن في محاولة للتهجير القسري لإخواننا الفلسطينيين لمصر، وده طبعا احنا بنرفضه تماما. ليس لأن احنا نرفض الشعب الفلسطيني، لا، ده إخواتنا، ولكن احنا نرفض ان هم يتنازلوا عن أراضيهم ويسيبوها للعدو الصهيوني. فلازم احنا، فهم الشعب المصري شعر، ولما رئيس الجمهورية قال لهم انزلوا وقولوا رأيكم ايه، الناس نزلوا من غير ما يكون حتى في توجه ان هو ينزلوا، هم نزلوا لشعورهم بأهمية ان هو يدافع عن بلده وولائه وانتمائه لهذا الوطن. ده غير بقى ان هو ان حضرتك المنظمات الدولية اللي هي غير إنسانية او غير حقوقية او بتدعي انها حقوقية، وهي محاولاتها البغيضة ان هي تثني هذا الشعب المصري الاصيل ان هو ينزل، ومحاولات البعض ان هو يقولوا ايه فايدة ان احنا ننزل، هنعمل ايه في الانتخابات، صوتنا هيأثر في ايه. لا، الشعب المصري اظهر فعلا ايجابيته وحبه وانتمائه وولائه لهذا الوطن، وفعلا بدأ شعرنا فعلا بمدى الأهمية الصوت اللي هيكون موجود. صوتك لأي مرشح يعجبك، ولكن لازم تنزل ويبقى عندك إيجابية وفاعلية وإحساس بالمسؤولية قبل هذا الوطن. فالحق في التصويت حق وواجب، ليس حق ان انت تاخده حق من حقوق الانسان اللي احنا ملتزمين بيها ونحافظ عليها. كنا بنتحدث عن حقوق الانسان وواجبات الانسان أيضا. انما ايضا هو واجب عليه ان انت تنزل وتشارك، لان المشاركه في العامه في الانتخابات والاستحقاقات ده حق عليك وواجب عليك عشان تظهر للعالم كله ان انت فعلا متواجد وان انت حريص على دولتك.
سيادة اللواء، أنا طبعا هتكلم مع حضرتك وهحاول أفرد وقت أكثر عن زيادة وعي المواطن وإلمامي بكافة الأحداث الخارجية والداخلية وحرصي الشديد على المشاركة في العملية الانتخابية، سواء كان رجال أو نساء أو شباب بكافة الأعمار. لكن يعني اسمح لي في البداية طبعا إن احنا كلنا نتوجه بخالص الشكر بالفعل لرجال وزارة الداخلية. في الحقيقة ما قاموا به من عمل شاق وصعب جدا علشان يوفر للمواطن ويسهل للمواطن ان حضرتك تنزل بشكل آمن وتدلي بصوتك بشكل آمن وبحرية في التعبير. وعايز اوضح نقطة مهمة جدا، بان التأمين ده مش يوم الانتخاب علشان بس حضرتك تكونوا عارفين، لا، التأمين ده ممكن يكون سبقه شهور لعملية التأمين، سواء كان تأمين المقرات الانتخابية أو الطرق المؤدية للمقار الانتخابية، وتأمين مصر بالكامل، ليس فقط تأمين العملية الانتخابية ولكن تأمين مصر بالكامل، حتى لا تسوي له نفسه أي شخص أنه ممكن يفكر أنه هو يعكر صف العملية الانتخابية. أنا عايز أقول هذا المجهود المضني والشق جدا على كتف رجل الشرطة بكافة طبعا يعني الدرجات من أعلى رتبة لأصغر رتبة، الكل كان يعمل، عايز أقول 48 ساعة في 24 ساعة حتى يتحقق الأمل من جديد ويحصل المواطن على أمن وأمانه، وهذا تحقق بالفعل في وصوله إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته. طبعا مما لا شك فيه طبعا أن وزارة الداخلية ورجل الشرطة هو أحد مكونات المجتمع الوطني المصري، ودورهم لا يقل عن دور أي واحد في وطن بيحافظ على هذا الوطن وعلى انتمائه وولائه لهذا الوطن ورقي هذا الوطن وتنميته ووصوله إن شاء الله إلى الجيل الأول من الدول العالمية. طبعا جهاز الشرطة الحقيقة أن هو بيتفانى في أداء واجبه، وده مش جديد عليه، ده هو من سنة 52 يتفانى ويضحي أيضا من سنة 52 وأظهر مدى وطنية في الإسماعيلية وإلى اليوم وإلى إن شاء الله يعني نهاية العمر. هذه الوزارة وهذا الوطنيين المصريين الشرفاء من رجال الشرطة حريصين على ان هم يدافعوا عن الوطن. وطبعا وزارة الداخلية الحقيقة ان هي في الفترة الأخيرة فعلا بدأت ان هي تستعد، والسيد وزير الداخلية عقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات مع مديريات الأمن ومع الجهات المختصة بالانتخابات داخل مديريات الأمن، وكلفهم بان هم يروحوا يفحصوا اماكن الدوائر الانتخابيه ايه، ويفحصوا مدى تامينها ايه، يفحصوا عمليات تطهير والحاجات دي كلها واحتياجاتها ايه، وزودهم بكل ما يحتاجونه من معدات وادوات وافراد. وطبعا زي ما انت حضرتك يعني نزلت اكيد طبعا معانا وشفت الناس رجال الشرطه في اللجان الانتخابيه، الشرطه النسائيه بقت موجوده في كل مكان بتساعد المراه في ان هي تخش وتدلي بصوتها وانها تقف معاها وتساعدها في الحركه بتاعتها. برضو كان في الكراسي المتحركه موجوده في على ابواب اللجان الانتخابيه، اذا كان في شخص عنده ظرف صحي مش قادر ان هو يتحرك كان الكرسي بياخده ويدخله لغايه اللجنه الانتخابيه. برضو اللي احنا شفناه برضو اللي هو المأموريات اللي حصلت، مجرد حضرتك ما تتصل بوزارة الداخلية وتقول لهم والله انا عايز اروح الانتخابات ومش قادر، بتطلع مأمورية تجيبك من مكان اقامتك وتجيبك لغاية اللجنة الانتخابية عشان تدلي بصوتك وترجعك تاني المكان بتاعك. واللي شفناه برضو من السادة القضاة مشكورين اللي موجودين، لما بيلاقي شخص كبير السن ومش قادر يخش على اللجنة بتاعته او مش قادر، بينزل له هو ويروح له ويخليه يمضي على الورقة ويحط الورقة بتاعته في الصندوق قدامه. ده عرس انتخابي، عرس انتخابي شارك فيه كل عناصر الوطن، كل عناصر الوطن، ملحمة وطنية، ملحمة وطنية عظيمة. لأن أنا قصدت بالملحمة الوطنية لأنها لا تفرق بين شخص وآخر، فهي شملت كافة طوائف المجتمع بكافة انتماءاتهم السياسية. أيضا احنا شفنا حضرتك كل الأحزاب السياسية كانت مشاركة وداعمة لهذه الانتخابات، شفنا التحالف الوطني المشارك لهذه الانتخابات، شفنا الجمعيات الأهلية مشاركة بشكل إيجابي. الناس بتتواجد حبا في الوطن
تساعد الاخرين ان هم يخشوا اماكن الانتخابات بتاعتهم، يدلوهم على رقم اللجنه. لو انت حتى ما انتش عارف رقم لجنتك ايه، يقول لك خش ويدخلك ويكتب لك ورقه ببياناتك عشان تخش بيها لسياده المستشار، عشان ما تتعبش ولا تجهد نفسك ولا تجهد سياده المستشار اللي موجود في اللجنه. لا، منتهى الايجابيه. طبعا هنتكلم عن دور طبعا يعني انا شفت امبارح الحقيقه يعني حاجه عظيمه. انا مش عايز اقول لحضرتك انا سعدت بيها ازاي، ان الاقي شخص من ذوي الاعاقه ربنا يشفيه ويعافيه بدون يدين وبقدمه قام بكتابه اسمه على في اللجنه الانتخابيه وبصم بصبع قدمه في الورقه بتاعت الانتخابات. في اكتر من كده، اعظم من كده، في اعظم من كده انتماء ان واحد عنده اعاقه تعوقه ان هو يروح يصوت، ما رفض ان هو يتواجد في بيته وقال انزل زي اخواني اللي معايا السلام بالزبط. وانا معاهم عشان خاطر ان انا عايز اقف مع البلد دي. ده يعني مدى حب الناس للوطن. وعايز اقول برضو ان ده تقدير من الدوله للمواطن، انها تسهل له كافه التسهيلات للوصول إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بالصوت. ولكن هرجع أيضا لموجودات وزارة الداخلية، المتابعة المستمرة للسيد وزير الداخلية من خلال غرفة العمليات، مدى أهمية هذه المتابعة وحرص سيادته على المتابعة وتحقيق الأمن والأمان في ربوع مصر جميعا. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك، هو السيد وزير الداخلية الحقيقة يعني لا يألو جهدا في ان هو يتابع كل اللجان، وان هو متواجد في غرفه العمليات طوال اليوم من اول بدايه الانتخابات لغايه بدايه التصويت. ده انا عايز اقول من قبلها، يعني من لا قبل بتكلم على اليوم الانتخابي. لكن قبلها طبعا لا ده كان في اجتماعات ولقاءات ومؤتمرات وندوات وتعريف وتوجيه وكل حاجه حضرتك ممكن تتخيلها لكل رجال الشرطه بكل توجهاتهم بكل جهاتهم المتخصصه وغير متخصصه، كله يتواجد. رجال الاطفاء يكونوا متواجدين وجاهزين لا قدر الله لو في حاجه، رجال المفرقعات متواجدين وجاهزين لا قدر الله لو في حاجه، رجال الحمايه المدنيه، كل من هم تتخيل حضرتك متواجدين، لدرجه ان هم الكثير من الضباط والافراد المتواجدين في اماكن متخصصه طلبوا بنفسهم ان هم يروحوا يشاركوا مع زملائهم في الانتخابات علشان يدعموهم ويقفوا معاهم ويساعدوهم في لجان الانتخابات. إذن هناك متابعة مستمرة من قبل السيد وزير الداخلية لحظة بلحظة. أنا حاولت بس أن أنا أوضح لحضراتكم أن هذا المجهود في الحقيقة هو مجهود عملاق، وفي الحقيقة هو مجهود وطني وانتماء لهذا الوطن العظيم من كافة أطياف المجتمع، من كافة المواطنين داخل مصر سواء كان مسؤولين أو مواطنين عاديين. احنا معانا تقرير طبعا خاص بسير العملية الانتخابية من محافظة دمياط والزميلة داليا التبعي، نتابع. مشاهدين، رجعنا لكم في خلال متابعتنا المستمرة للسير العملية الانتخابية في ثالث أيامها، انتخابات رئاسية 2024 مصر تنتخب رئيسها. يمكن من خلال جولاتنا المستمرة في محافظة دمياط لاحظنا وجود الأب هشام مندلمون متواجد باستمرار. يعني أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. حضرتك حريص إن أنت تبقى موجود في الشارع ويعني تحس الناس على المشاركة. حريص لأن دي بلدي، مصر بلدنا كلنا، وواجب كل واحد وحق عليه إن ينزل لبلده ويقف لبلده وفي انتخابات بلده وانتخابات الرئيس. مش معقول طبعا يبقى في انتخابات ولجان وناس نازله وشرطه وقضاء واقف وناس ونبقى الناس قاعده في بيوتها. حضرتك لما بتحس بقى الشباب وبتحس الناس المتواجدين المواطنين في دمياط ان هم ينزلوا ويشاركوا، بتلاقي في استجابه منهم؟ بيبقى في استجابه منهم. يا جماعه الناس لما بتسمع كلام كويس بيستجيبوا. وبعدين احنا بنقول لهم ان دي مصر. انت عارفه انا لما بقول للشباب او للشابات او للسيدات او للرجاله دي مصر، انا بحس ان هم يعني بيشعروا
زي ما اي حد مننا بيسمع كلمه مصر. انا شفت امبارح شباب يعني مشهد بصراحه انا يعني فرحت بيه جدا، اول مره يشاركوا يعني فرحانين ان هم اول طلعوا بطاقه اثبات شخصيه. الشباب اللي كل واحد عنده 18 سنه من حقك انك تنزل تنتخب، كل الشباب نزل والشباب مبسوط اللي بينتخب يعني. وبعدين عايز اقول لحضرتك حدث تاريخي يعني احنا عندنا ابن لما بيشوف والده واقف في الانتخابات ووالده نازل في الانتخابات بيبقى عنده غيره، بيقلد والده، واخد بالك؟ الوطنيه اللي عند الاب بتنزل للابن كمان، واخد بالك؟ انا شفت كمان عائلات كامله يعني جايبه اولادهم الصغيرين يعني بيشاركوهم. حصل يا فندم، حصل عائلات، ويمكن العائلات بس بتفترق، يمكن اللجان ده لجنه في مدرسه كذا ودي لجنه في مدرسه كذا، بيفترقوا بس في اللجان وبيتجمعوا تاني. عائلات بيوت كلها نازله. نشكر ربنا احنا دلوقتي في موقف جميل جدا جدا. يمكن كان الانتخابات اللي قبل كده كان اعداد اقل من كده. السنه دي الاعداد كلها كتيره جدا لان الناس ضخمه بتجوب الشوارع منذ الصباح الباكر، يعني في حشد رهيب في الشارع. الناس يا استاذه فهمت ان بلدنا مصر دي بلد الامن والامان. انا عايز اقول لك حاجه، السيد المسيح جه قعد في مصر هنا 3 سنين ونص، كان هربان من هيرودس الملك كان عايز يموته. 3 سنين ونص. اشمعنى مصر؟ لان مصر هي الامن والامان. مصر دوله عظيمه ومصر دوله كبيره وتستحق ان احنا كلنا ننزل ونشارك وان يعني ايدينا في ايدينكم وكلنا ايد واحده، والوحده الوطنيه موجوده دايما ومفيش فرق لا بين مسلم ومسيحي، مفيش، كلنا بنشارك بعض في مناسباتنا يعني ودايما مع بعض. صدقيني عايز اقول لك انا ببقى ماشي مع الشيخ في شيخ الجامع، ببقى ماشي معاه في الشارع، الناس كلها بيجوا يسلموا على ابونا، اقول له تسلم على مولانا يا ابني، يجي يسلم على مولانا بس يسلم على ابونا اول. شوف الناس كلها متجمعه حوالين حضرتك. شوف المحبه بين الناس والتقدير. دي المسيحيه، دي مصر. المسلم والمسيحي ايد واحده، المسلم والمسيحي ايد واحده، احنا متعلمين كده. دي رساله وصلت للعالم كله النهارده ان احنا فعلا مصر تستحق ان انت تنزل وتنتخب رئيسك. انزل، باقي ساعات قليله في اليوم الثالث، انزل واثبت بصمتك في المشهد فعلا النهارده مبهر ومفرح للعالم كله. اشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. دائما وابدا تحيا مصر، تحيا مصر في كل الاوقات والعصور والازمان، تحيا مصر في كل مكان على وجه الارض. انا اشكر طبعا الزميله داليا التابع على هذا اللقاء، وفعلا هي زي ما قالت، واشكر ضيوفها الكرام. احنا ما عندناش حاجه في قاموسنا اسمها مسلم ومسيحي، دي اتشالت من عندنا. احنا عندنا مواطن مصري وطني اتربى على ارض مصر، ومصر لها حقوق علينا وزي ما لينا واجبات وحقوق، فعلينا ايضا ان احنا نؤدي هذه الحقوق. هرجع لسياده اللواء الدكتور خالد ادريس. يعني انا عايز بس انقل المجهود اللي قام به رجل الشرطه. انا يعني هعرج على هذه النقطه بسيطا. وقوفه في الشارع، سواء كان بقى جو برد جو حر، بياكل ما بياكلش، بيشرب ما بيشربش، هو واقف عشان يخدم المواطن، هو واقف عشان يؤمن المواطن، هو واقف علشان يؤمن الشارع المصري. فلا بد علينا ان نعطيه التقدير والاحترام بالفعل لعمله الوطني. اشكرك طبعا على الكلام ده بخصوص الرجل الشرطه. وانا كرجل شرطه فانا يعني انتمائي لوزاره الداخليه لا يدعو يعني مجال للشك. يعني قعدت فيها لغايه لما وصلت لاعلى رتبه في وزاره الداخليه، فحبي لهذا الجهاز وانتمائي ليه انتماء غير عادي. واذا كنت حضرتك بتقول لحضرتك ده، انا بعتبر انه واجب علينا، لان احنا خلقنا لهذا العمل، وان احنا اقسمنا على هذا العمل،
ونؤديه حبا للوطن وحبا لجهاز الشرطه وانتماء للوطن وانتماء لجهاز الشرطه. وحافظتم على هذه الامانه. وده يعني كان من ضمن الحاجات اللي حضرتك اللي احنا عانينا في 2011 من محاوله التشويه لهذا الجهاز العظيم، ومحاولة النيل منه من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولة إن هم ياخدوا عليه بعض النقاط الموجودة، ولكن يرجع إلى هذا الجهاز إن هو جهاز قوي، ورجع تاني بحمد الله تعالى وبقوة شعبه وبقوة شرطته إلى ما كان عليه وأفضل مما كان عليه، وأصبح جهاز فعلا قوي يستحق مننا الإشادة والدفاع عنه. وحضرتك طبعا احنا كرجال شرطة في التزام علينا والتزام عظيم جدا علينا، هو التواجد في احنك الظروف واصعبها، نتواجد والله في كل الاوقات يا سياده اللواء، في كل الاوقات. ولكن انا بقول لحضرتك في اسوأ الظروف. انت حضرتك بتقول لي لا احنا كنا بتيجي علينا ايام نكون واقفين في الشتاء بينزل علينا واحنا متواجدين في الاماكن الخاصه بحمايه الوطن، وما كناش مستنيين ان حد يقول لنا شكرا، لان ده فعلا واجب علينا احنا بنقوم بيه. وطبعا انا مش عايز اقول كده ان انا يعني اخلي بحقوقهم، لا، هو رجال الشرطه فعلا وطنيين محبين لبلدهم، متواجدين من قبل الانتخابات في الشوارع، متواجدين لتأمين المقار الانتخابية من الخارج، متواجدين لحماية المواطنين من الداخل، لتأمين الانتخابات وتأمين كل شيء داخل الوطن. احنا يعني متواجدين خلال 24 ساعة، لا يألوا جهدا في ان هم يساعدوا اخوانهم اللي هم بيأدوا اصواتهم. واذا كنا احنا كرجال شرطه، طبعا يعني كرجل شرطه سابق دلوقتي، كنا كرجال شرطه ليس لنا حق ان احنا الانتخاب، فنحن لنا حق ان احنا نحمي هذا الوطن وندافع عنه لانتمائنا اولا ليه. انا بس عايز يعني انا التقرير اللي فات يعني عمل ليا يعني حاجه كده احب اتكلم فيها. فضل. ان انا في اول يوم في الانتخابات، انا طبعا بنتي لسه بالغه 18 سنه من 4 شهور، فهي طبعا قبل الانتخابات بيومين، يا بابا انا ليا صوت، هروح ليا صوت ولا لا؟ عملت ايه يا ست اللواء؟ دخلت حضرتك على هي اللي سالتك ولا طبعا انت هي سالتني انا ليا صوت هروح ولا هم لسه ما حطوش اسمي علشان لسه بالغه 18 سنه في الكشوف. فقلت لها طب احنا هنخش على الهيئه الوطنيه للانتخابات من خلال الموقع بتاعها. دخلت وجبت اللجنه بتاعتها ورقمها في اللجنه الفرعيه ومكان اللجنه، وخدتها معايا. طبعا هي كان يعني متخوفه ازاي هتخش وبتاع. دخلت معاها لغايه اللجنه واستاذنت سياده المستشار ان هي، قلت له دي اول مره تيجي استحقاق وهي عايزه تدلي بصوتها. فيعني مش عايز اقول لحضرتك الفرح اللي كانت هي فيه والفرح اللي الناس اللي كانوا موجودين فيه، ان هي يعني سعيده انها تروح هذا الاستحقاق الرئاسي وانها تتواجد في هذا المكان وانها تدلي بصوتها. وبرضه انا عايز اتكلم على موضوع برضه ان هي ابونا اللي كان موجود في اللقاء السابق. يعني يا جماعه ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي ويهودي، يعني كلنا شعب واحد وطني، سواء كنا ما دامنا نحمل لقب ولنا مواطن، كافه الحقوق لنا والواجبات، لقب مواطن مصري، كده. سواء كان مسلم مسيحي يهودي له لقب مواطن مصري، فهو له كل الاحترام وكل التقدير وحقه كامله. وده اللي احنا شفناه من خلال التوجهات اللي كانت موجوده، الاخوه الاقباط مع الاخوه المسلمين، مع شيوخنا في الازهر والاوقاف، مع الاخوه اللي في الكنيسه، ان هم يروحوا مع بعض كلهم ايد واحده ويروحوا يصوتوا كلهم مع بعض. ده تفاعل، لا عشان ما حدش يقول ان في مصر فتنه، لان مفيش حاجه اسمها فتنه طائفيه في مصر، في حاجه اسمها مواطن مصري. وده اللي انا بقوله، ان احنا لازم نحافظ على هذا النسيج الوطني العظيم اللي احنا بنشارك بعض فيه، في افراحنا وفي احزاننا في اعيادنا، في كافه كل المناسبات بتاعتنا. احنا مع بعض فيها ايد واحده، وطن واحد، محبه واحده، علاقه طيبه بيننا كلنا. ودستورنا لا يفرق بين مواطن واخر. المساواه، ما هو اللي بتكلم عليه. المساواة في كل شيء، في كل المساواة لا تمييز بين في الديانة، لا تمييز في العقيدة، حتى لا تمييز بين المرأة والرجل، يعني إذا في كل شيء، لا تمييز في أي شيء.
التمييز الوحيد في حقك في انك انت تؤدي حقوقك وواجباتك حوالين الوطن وعملك وانتاجك ووجودك في هذا الوطن وحقك وواجبك انك لازم تمارس هذا الواجب وهذا الحق، لان انت مطالب بيه وهتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. لان انت لما تضيع حق من حقوق الانسان ده انت ضيعت حق ربنا اداهولك والدوله ادتهولك، فما تتنازلش عنه وحافظ عليه وخده بقوه ومحبه لهذا الوطن. الهيئة الوطنية للانتخابات في الحقيقة مهما تحدثنا عن الدور الوطني اللي قامت بيه والسادة القضاة الأجلاء موجود يفوق الوصف أيضا. تسهيلاتهم اللي قدموها للسادة الناخبين من أول الإعداد للعملية الانتخابية، من أول إعداد واختيار المقر، من أول إنشاء لجان انتخابية للمغتربين علشان المغتربين ما يسافروش لهنا ولا هنا وما يتعطلوش عن أشغالهم ولا يتكلفوا كمان ماديا في التنقل. ما قام به الهيئة الوطنية للانتخابات هو دور أكثر من رائع، وكل التحية والتقدير للسادة القضاء الأجلاء والمشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية، وأيضا إذا كان هناك موظفين سواء كان في المحلات أو ما إلى ذلك اللي بنلاقيهم داخل اللجان. عايز أتكلم على هذا الدور الهام التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم كافة التسهيلات للناخبين جميعا. أنا مش هتكلم بقى على يعني رجل امرأة كبير في السن أو شاب أو ذوي احتياج أو حتى معاق بصريا، تم توفير له البطاقة الخاصة عن طريق برايل لأن يمارس هذا الحق الدستوري. طبعا احنا عندنا الدستور يا جماعة في نص على الهيئة الوطنية للانتخابات من المادة كهيئة مستقلة من المادة 208 لما بعدها الهيئة. وطبعا يعني عشان برضه الناس يقول لك يعني ايه هيئة مستقلة؟ كلمة هيئة مستقلة يعني لا سلطان عليها إلا للدولة المصرية، لا سلطان عليها إلا للشعب المصري. لا يستطيع أحد أن يملي عليها اختياراته، ولا يستطيع أحد أن يطالبها بأي شيء لا تطالبه به الدستور. فالدستور حماها واعطاها شخصيه اعتباريه، وكلمه شخصيه اعتباريه ديت يعني انها لها ان تتصرف وانها ان تقوم بواجباتها والتزاماتها قبل هذا الوطن. وهي الحقيقه عملها مش بيبتدي في الانتخابات، ده هي بيبتدي قبل الانتخابات. زي ما قلت لحضرتك ان هو النهارده لما يحدث اول باول قاعده البيانات بتاعت الناخبين، يعني لسه وتنقيه الكشوف وتنقيه الكشوف من المتوفين والغير متواجدين في الدولة ودخول من هم بلغوا 18 سنة إجباريا على قاعدة الانتخابات بدون أي محاولة. تعرف حضرتك يعني زمان في أيام ما إحنا كنا صغيرين كان والدي رحمة الله عليه كان لازم يروح يعمل البطاقة الحمراء الخاصة بالانتخابات، ولازم يروح قبل كل انتخابات بالبطاقه الحمراء ديت لاسم الشرطه عشان يجددها عشان يكون ليه حق التصويت، لانه لو ما جددهاش مش هيخش يصوت. انت عارف حضرتك انا عملت احصائيه على عدد الناخبين اللي من حقهم انهم يطلبوا اصواتهم. احصائيه بتقول ان 59 مليون واحد مصري من حقه ان هو يخش يدلي انتخاباته. 59 مليون. الانتخابات أعدت 59 مليون بطاقة انتخابية عشان خاطر كل مواطن يحط فيها. 59 ولا 67 مليون؟ 59 مليون. العدد بالظبط اهو حضرتك معايا 59 و78138 ده إجمالي المقيدين من لهم الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية. ده وفقا لآخر ما قامت به الهيئة العامة الوطنية للانتخابات وأعطت به بيان. طيب يعني أنا عايز أقف عند النقطة دي، من لهم الحق في التصويت، إذن هناك ليس له حق في أن يصوت. هو بقى حضرتك عشان تبقى عارف حضرتك ان هو المدان في قضايا عليه قضايا اللي ده يعني اخذ احكام في السجون او غيره. طبعا ده لا يجوز انه نقدم رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه ليس لهم الحق في التصويت في الانتخابات. دي اللي ممنوعين، اما ممنوعين لادانات مدانين او ممنوعين لان هم الدوله لا بتسمح لهم ان هم يخشوا في الانتخابات.
أهمية تنقية كشوف الناخبين بشكل مستمر وتحديث قاعدة البيانات، وأيضا وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يحصل المواطن على معرفة اللجنة اللي المفروض يدلي بيها بصوته حتى عن طريق النت. يعني من خلال النت يقدر يبعت رسالة لموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ويحصل على طبعا مكانه اللي هينتخب فيه. ولكن ده ان شاء الله يبقى بعد الفاصل لرفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه طنطا، وبعد كده هرجع لحضراتكم مع ضيفي الكريم السيد اللواء دكتور خالد إدريس. القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد
أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد، والعزم اتولد ما شافش الأمل. في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد، والعزم اتولد ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، ولا شاف النيل. طارق كبار رجع والامور الحمد لله مستتبه ومفيش اي تاثير على العمليه الانتخابيه. مساء الخير يا فندم، معالي المستشار مجدي بيه حجازي رئيس اللجنه العامه بتاع مركز تمي الامديد. مجدي بيه حجازي. لا طب معالي اسامه بيه بده رئيس اللجنه العامه لمركز بني الامل. اتفضل يا فندم. معاك يا معالي الباشا. طمنا الاخبار عن سيادتك ايه واللجنه اخبارها ايه؟ تمام يا معالي الباشا. هو طبعا كانت المشكله اول يوم كان في كثافه زايده وزودنا عدد الموظفين تمام والامور مشيت تمام. عندي طبعا انا 110 لجنه فرعيه. عدد الناخبين للنجوم عدد تصويت 487747 تمام. والنهارده تم غل الساعه 3 وفتره الساعه 4 وانتظام اللجان كله تمام مفيش اي مشاكل. كانت المشكله الوحيده موضوع الكثافه والحمد لله احنا مسيطرين عليها. تمام يا فندم، شكرا. ونتابع مع حضرتك ان شاء الله لغايه نهايه اليوم والغلق وبدايه الفرز ان شاء الله. شكرا يا فندم. معالي المستشار محمد بيه فكري رئيس اللجنه العامه باسم اول بنها. خير يا فندم. ازي سعادتك يا فندم؟ طمنا ايه الاخبار عن سيادتك؟ الحمد لله يا فندم، موجود بتسيير بسلاسه وهدوء، وبيتم المرور على اللجان الفرعيه والتواصل معاها للتاكد من عدم وجود اي مشكلات او عوائق او نقاط في الادوات المستخدمه في العمليه الانتخابيه، والامور هادئه تماما. تمام يا باشا، ربنا يكرمك. احنا مكملين مع سيادتك يا فندم. ان شاء الله يا فندم. معالي المستشار سامح بيه باسيلي في رئيس اللجنه العامه اسم ثالث المحله الكبرى. تمام على ازيك يا فندم؟ طمنا عن سيادتك واخبار اللجنه العامه عن سيادتك يا فندم. احنا عندنا لجنه ثالث المحله الكبرى العمليه الانتخابيه من اول يوم سايره فيها بانتظام، والرؤساء اللجان الفرعيه متواجدين من كل يوم في مواعيدهم، وبيتم الغلق من 3 ل 4 للراحه، وفي تكاثف وتكالب على اللجان الانتخابيه، والامن خارج اللجان الانتخابيه بينظم العمليه الانتخاب علشان يبقى في سهوله يسر في الانتخاب وتذليل العقبات. وباذن الله اذا لم يوجد يعني اشخاص في المجتمع الانتخابي هنكمل لحد ما اخر شخص ينتخب. وواضح ان عن سيادتك في كثافات عاليه حتى في اليوم الثالث، لوحظ لنا والشكاوى جايه من تكدسات عند سيادتك في المحله. عامه متابعين مع حضرتك وبالتوفيق ان شاء الله لغايه الانتهاء ان شاء الله يا فندم. تمام مع المستشار. اتفضل يا فندم. اتفضل. معالي يسري بيه عبد الكريم رئيس اللجنه العامه شبين الكوم المنوفيه. معالي المستشار خالد بيه قطب رئيس اللجنه العامه في مركز إيتاي البارود. ايوه يا فندم.
ازاي حضرتك يا فندم؟ طمنا ايه الوضع عن سيادتك في تاي البارود واللجنه العامه؟ عن سيادتك كام لجنه فرعيه؟ 16. لا كله تمام عليك يا فندم، كله الحمد لله الامور مستقره جدا، الشغل كويس جدا، مفيش اي مشاكل واي حاجه كنا بنذللها بكل بساطه يعني. تمام يا فندم. انا واضح ان سيادتك قاعد في السرادق بتاع اللجنه العامه استعدادا لاستقبال اللجان الفرعيه ان شاء الله. تمام يا معالي الباشا، تمام معاليك يا فندم. بالتوفيق يا فندم ومتابعين مع معايا سيادتك. الساده كل اعضاء اللجنه العامه قاعدين معايا. لا يا فندم تمام يا فندم. الشكر جزيل يا فندم. معالي اسامه بيه عبد المنعم رئيس اللجنه العامه في مركز بني سويف. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اللجنه العامه الثالثه مركز شرطه بني سويف. العمليه شغاله كويس من اول يوم، هي بس بعض الصعوبات بتحصل في زياده الاقبال على اللجان، لكن بيتم تسجيلها بالتنسيق وبدخول الناخبين وبتنتهي العمليه بسرعه. احنا عندنا 56 مقر ب 56 لجنه فرعيه. يا فندم شكرا جزيلا لسيادتك ومتابعين ان شاء الله مع نهايه اليوم وحتى بدايه الفرز ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا. معالي المستشار محمد بجمعه رئيس لجنه مركز سنهور القبليه الفيوم. سعادتك يا فندم. ازيك يا محمد بيه؟ اتفضل اخبار اللجنه العامه تبع سيادتك يا فندم. اللجنه العامه تبع سنهور القبليه محافظه الفيوم عليف، معايا 22 لجنه فرعيه. الحمد لله رب العالمين كله بيسير على خطى سليمه، ما عندناش اي مشاكل ولا اي شكاوى في الدايره بتاعتنا، والحضور شوف كثافه فوق ما حد يتصورها ساعتها، يعني اول مره نشوف كثافه بالطريقه دي لحضور الناخبين في عرس انتخابي. عندنا هنا في الفيوم عاملينها زي الفرح يا فندم، خيل وطبل المهم ما ياثرش على العمليه الانتخابيه يا فندم. الحمد لله. المهم ما ياثرش على العمليه الانتخابيه ويمكن كافه الناخبين من الادلاء بسرعه. بالظبط كده، المهم ما يكونش فيه تاثير ولا. تمام يا فندم. وهو فعلا ملحوظ برضو ان الكثافات في الفيوم، يعني مثلا بشكر سيادتك على المتابعه ومتابعين مع حضرتك. انت الله يبارك فيك. مع المستشار وجدي بيه عبد المنعم رئيس اللجنه العامه في المقطم القاهره. وجدي بيه عبد المنعم اتفضل يا فندم. احمد بيه سامعني؟ سامع سيادتك، اتفضل يا فندم. ازيك يا احمد بيه؟ موفق ان شاء الله. يا جماعه ان شاء الله يا فندم. طمني على اللجنه العامه في المقطم الحمد لله دائره قسم المقطم مستقره تماما، وحدث بس في اول يوم تعطيل العمل في بعض اللجان نتيجه الوصول الساده القضاء الى اللجان. ومش عاوز اقول لسعادتك كميه الاقبال الشديد من جميع المواطنين في دائره قسم المقطم على رغبتهم في الادلاء باصواتهم، واحنا شفنا ذلك باعيننا انا واعضاء اللجنه اثناء مرورنا على اللجان. واحد الساده المترشحين وهو المترشح محمد فريد زهران، محمد فريد سيد زهران، حضر بنفسه. كان بيطلب صوته عن سيادتك في اللجنه رقم 1. اللجنه رقم 1 دائره مدرسه قسم مدرسه المقطم الثانويه بنين. تمام يا فندم. وادلى بصوته ومتابع العمليه الانتخابيه، ولم يبدي اي شكاوى او اي ملاحظات على دائره قسم المقطم. وحدث امس ان لجنه تحيا مصر، لجنه تحيا مصر، حدث تكالب شديد من المواطنين ادى الى استمرار العمل باللجنه حتى الساعه 12:00. وانا بشفق على الساده القضاة المشرفين على اللجان الفرعيه لما وجدوه من اقبال شديد على جميع اللجان بدائره قسم المقطم، وادى الى يعني بذلهم لجهود عديده وشديده. وانا بشكرهم جميعا بالنيابه عن نفسي وبالنيابه عن الهيئه الوطنيه للانتخابات طبعا عما ادوه من مجهود فوق طاقه البشر، لانه يعني مش عاوز اقول لسعادتك التكالب الشديد على جميع لجان المقطم بصوره واضحه. هاخد من سيادتك الكلمه وهو الكثافات والاقبال على كافه اللجان على مستوى الجمهوريه، والشكر الجزيل للساده القضاه، وده واجب وطني للجميع، وهم اهلا لهذه المهمه.
وبشكر جموع المواطنين اللي توافدوا للإدلاء بأصواتهم ومباشرة حقوقهم السياسية، وهو فعلا عرس ديمقراطي. بشكر حضرتك يا فندم ومتابع مع حضرتك حتى تمام الانتهاء. بس معلش اقول لسعادتك حاجه. ايوه يا فندم. اشكر الساده جميع المواطنين اللي ادلوا باصواتهم امام دائره قسم شرطه المقطم للصوره الحضاريه والصوره رفيعه المستوى في انتظامهم. هو يا باشا هو بعد شيوخ ورجال وشباب، يعني حاجه مفرحه، عرس فعلا انتخابي لم نراه في مصر من قبل. بشكر سيادتك يا فندم، وهو ده على كل اللجان العامه في مستوى الجمهوريه. شكرا يا فندم. معالي المستشار هشام بيه السنباطي رئيس لجنه المتابعه في محافظه القليوبيه. هشام بيه ازيك يا فندم؟ بالنسبه لمحافظه القليوبيه عندنا مجموعه 84 لجنه فرعيه و 365 مقر انتخابي، منهم 9 لجان وافدين تم توزيعهم على محافظه القليوبيه باعتبار طبعا عنده كثافات عماليه كثيره جدا. بالظبط. عند سيادتك منطقه مصانع دايما وكافه فيها معارفنا، وعندنا طبعا كثافه عاليه، بس الحمد لله في تنسيق تام مع الجهات الامنيه وفي سيوله تامه جدا بالنسبه للانتخابات، ما عندناش اي مشاكل فيها خالص. هو في كثافات ما زالت في كثافات بعد ساعه الراحه راصدينها. في رجال الوافدين ساعات في كثافات عاليه، والناس طبعا مجتمعات صناعيه طبعا كتير، وعندي في العموم في الخصوص في الطرق، وهنا برضه في بنها نفسها باعتبار عندي الجامعه. لكن احنا طبعا ساعتك مستمرين لاخر صوت، وفي تنسيق تام مع كافه الجهات، في سيوله مفيش اي مشاكل. بشكر سيادتك يا فندم ومتابعين مع حضرتك ان شاء الله لغايه اما كل اللجان الفرعيه في المحافظه تقفل وانت تبدا في الفرز. شكرا سيادتك. مع المستشار حسن بيه محمود رئيس لجنه المتابعه في محافظه بني سويف. مساء الخير يا فندم. ازي سيادتك يا فندم؟ ازيك حسن بيه؟ اتفضل. ربنا يخليك. هو بني سويف عدد اللجان الفرعيه 497 لجنه فرعيه. ايوه يا فندم. ده 450 انتخابي، منهم 4 لجان وافدين. تمام. بحمد الله تم انتظام العمل في اليوم الاول والثاني وكافه اللجان الفرعيه، ونظرا لكثافه الحضور في اليومين الاول والثاني دفعنا بعدد من الموظفين الاداريين في لجان فرعيه لمجابهه كثافه الناخبين. وكمان تم الدفع في انجازات اليومين برضه باحد الساده القضاه الاحتياطي لمعاونه احد رؤساء اللجان الفرعيه بالوافدين بقسم بني سويف نظرا لكثافه الحضور امام هذه اللجنه. وبنتابع اليوم ان شاء الله، والكثافه مقبوله جدا اليوم زي اول امس وامس يعني، والامور منتظمه، وان شاء الله ربنا يسهل باذن الله، وان شاء الله الامور تبقى تمام. شكرا جزيلا لسيادتك. هو ملحوظ فعلا على كل المحافظات اقبال في اليوم الثالث على غير المتوقع، انما الاقبال ان شاء الله خير، واحنا متابعين مع حضرتك. مع المستشار ايهاب. مع المستشار. شكرا يا فندم. اليوم الاربعاء لان عندنا منطقه صناعيه في بني سويف الجديده ومنطقه صناعيه في ميدوم في الطريق الغربي، فكثافه شديده جدا في اللجنتين. شكرا جزيلا لسيادتك ومتابعين مع حضرتك. شكرا. في بالتوفيق ان شاء الله. مع المستشار ايهاب بهمه رئيس لجنه متابعه محافظه الفيوم. اخبار الفيوم ايه يا فندم عن سيادتك؟ سياده المستشار حبيبي من داري، ازي حضرتك؟ عندنا في الفيوم عندنا 10 لجان عامه، عدد 283 مركز انتخابي، 323 لجنه فرعيه، كان في 26 لجنه سيدات، 3 لجان وافدين، عدد القضاه اللي كانوا مشاركين 323 منهم 22 قاضيات. جمله عدد الناخبين عندنا 2,147,000. كل اللجان فتحت في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم في الميعاد. كان في لجنه واحده كانت في اول يوسف الصديق يا فندم. كان بسبب خارج عرضتها. وثاني يوم كان في لجنه يوسف الصديق. تمام يا فندم متابعين. تمام يا فندم. تم حل الموضوع وان شاء الله الحمد لله. الحمد لله النهارده فتح في ميعاده الحمد لله. متابعين. تمام سعد. كل اللجان سعد. تمام يا فندم. بشكر سيادتك. بشكر سيادتك على المتابعه يعني. شكرا يا فندم. كمل اتفضل. نعم احنا مشاركين سعادتك مع رئاسه المستشار. في كثافه الناخبين الاول يوم وثاني يوم، وبرضه نفس اليوم برضه في كثافه. الحمد لله تم توفير كل سبل الراحه للناخبين، حتى كل اللجان الانتخابيه في قلبيها حاجات لذوي الهمم تم توفيرها للمحافظه حتى تمكنوا من الانتخاب. الحمد لله جميع القضاه كانوا على قد المسؤوليه، والحمد لله طلع محافظه الفيوم يمكن في احسن مظهر ليها في الانتخاب الرئاسي. الحمد لله. الحمد لله يا فندم. بشكر سيادتك ومتابعين مع حضرتك ولغايه لما الكثافات تنتهي، ونهايه مع اليوم الثالث وبدايه الفرز ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. مع المستشار يوسف بيه عبد الكريم رئيس اللجنه العامه في اسم شبين الكوم.
تحياتي لحضرتك والسيد رئيس الهيئة والسادة الزملاء. وأنا بتفق مع معاليك منذ اليوم الأول في النسبة العالية للمشاركة في مصر بشكل عام وفي المنوفية بشكل خاص. ربما تكون محافظة المنوفية ذات الكثافة العالية السكانية وينعكس ذلك أيضا على التصويت. وعايز أقول إن الحقيقة سبب المشاركة العالية بوجه عام هو قيام الهيئة الموقرة رئاستكم وحازم بيه والسادة الزملاء الأفاضل بعمل الإجراءات القانونية قبل بداية العملية الانتخابية بوقت كافي وفقا لمقتضيات الدستور والقانون، توفير كافة الوسائل اللوجستية التي من شأنها أن تسير العملية الانتخابية بانتظام بسرعة فائقة، بالإضافة إلى وعي الشعب المصري بالمرحلة الراهنة ومقتضيات الظرف. صحيح. ده أثره إن شاء الله يكون يضع مصر على مسار التحول الديمقراطي وفي مصاف الدول المتقدمة. والحقيقة أنا شفت ظاهرة ما كنتش بشوفها غير في الدول الأوروبية اللي كنت بحضر الانتخابات بتاعتها، أن كل ناخب أو ناخبة معه نحله الصغير اللي هو فوق ال 12 سنة علشان يزيد الوعي الانتخابي، ودي إن شاء الله نبني عليها في المستقبل. أخيرا الاستحقاق الدستوري يفوز به من يستحق، والفائز الأكبر هو الدولة المصرية. وشكرا لمعاليكم. شكرا يا فندم، بشكر مع حضرتك ومتابعين إن شاء الله لغاية انتهاء وبداية الفرز، وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. احنا مكملين معاكم إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله. معالي المستشار عبد الله بيه عبد العزيز رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء، محافظة جنوب سيناء. معاك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اخبار سيادتك ايه؟ الكثافات عندك من اول يوم يا فندم، ونفاذ احد اللجان من اول يوم، تمام. انا متابعين يعني مع سيادتك. الحمد لله. اولا انا بشرف باللقاء مع حضرتك معالي احمد بيه وسعادتك كمطاعم الهيئه الوطنيه. انا بتحدث اليكم من مدينه الطور، عاصمه محافظه جنوب سيناء، الأرض المباركة اللي ذكرها المولى عز وجل في كتابه الكريم، قول رب العزة: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. صدق الله العظيم. سعيد مرة أخرى باللقاء مع معاليكم. طمنا عن اللجان عن سيادتك. الحمد لله. محافظة جنوب سيناء على هدفة الاستعداد من أول انتخابات الاستحقاق الانتخابي. المحافظة فيها 9 لجان عامة موزعة على 46 لجنة فرعية ب 20 مقر انتخابي. من 46 لجنة 15 لجنة خاصة بالوافدين. تعلم معاليكم أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات السياحية، فيها كثافة عالية جدا من العاملين في مجال السياحة. بفضل توجيهاتكم تم التركيز على المحافظة بالنسبة للوافدين. مدينة شرم الشيخ المحافظة فيها 7 لجان وافدين، نسبة إقبال غير مسبوقة. كما أشرت معاليكم اللجان قفلت. أنا بالمجهودات مع مديرية الأمن بنحاول نوفق ونوزع الأوراق بأسرع ما يمكن في الانتخاب. فعلا. كل شكر. ده الشكر لحضرتك. كل الشكر. شكرا لحضرتك. معاليكم متابعين من أول لحظة مع اللجان العامة، وانا بشكر مرات ربي لقائي ده معاليكم، واي لحظه ان شاء الله انا مع الشكر الجزيل لحضرتك، ومجهود مشكور للزملاء جميعا، وده يعني مجلس الاداره بينقل تحياته لحضراتكم، وشكر جزيل للساده القضاه وجمهور المواطنين وكل الناخبين. يعني حاجه فعلا مشرفه، ويعني هو عرس ديمقراطي ينم عن وعي حقيقي للمواطن. يعني فعلا حتى الآن الإقبال في اليوم الثالث كثافة عالية غير متوقعة، يدل على يعني توقع النتيجة برضو إن شاء الله يعني تاريخية لم تشهدها مصر من وعي المواطن، وده حاجة يعني واضح من كل المداخلات دي حقيقة. يعني أنا بوجه شكر معاليكم. احنا فتحنا لجنه في مطار شرم الشيخ
بكثافه المترددين واصوات انا لم اشاهدها ولم اعاصرها على مدى حياتي العمليه الا في تلك الانتخابات، وكل ده راجع بتنظيمكم فوق ممتاز. هو يا فندم هو جهد عشان بس حضرتك ندي لكل ذي حق حقه. هي تكاتف اجهزه الدوله معنيه. يعني سيادتك اخذت من كلام حضرتك في جنوب سيناء كنا في السابق عاملين 3 لجان وافدين فقط. فعلا نشوف المناطق الحدوديه والسياحيه ونلتفت. انا بشكر حضراتكم جميعا، ولازم احنا برضو نكرر احنا مستمرين العمل في كل اللجان الفرعيه حتى نهايه ميعاد الاقتراع في 9 مساء، ونهايه كل المتواجدين بجمعيه الانتخاب لتمكينهم بادلاء اصواتهم. قبل ما اطلع لحضراتكم على الهواء كان في كلام ان ممكن في مد اليوم رابع او من عدمه. هذا الكلام لم يصدر به اي قرارات من مجلس الاداره، وما حصلش اساسا نتعارض على مجلس الاداره عشان يطلع به قرار بهذا الامر. اما اجراء ان احنا ننتظر تمكين كل الناخبين المتواجدين بجمعيه الانتخاب، ده اعمالا لصحيح القانون. كثافات عاليه في اليوم الثالث، وزي ما قررنا ومن زمايلي وان هم بيقولوا فعلا الموقف اللي احنا فيه موقف تاريخي يدل على ان وعي المواطن بحقه ودولته ووطنه. بشكر حضراتكم، واحنا متابعين ان شاء الله مع بعض حتى تمام انتهاء الساعة 9 وقفل جميع اللجان وبداية الفرز ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. بشكر حضراتكم وشكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. في عيون الولاد
مصر، هي دي مصر، هي دي مصر، هو ده المواطن المصري العظيم الأصيل. الله عليكم يا مصريين بجد، مشرفينا دايما في كل مكان، مشرفينا قدام العالم. الكثافة اللي حضراتكم شفتوها في لجان الانتخاب أكثر من رائعة، ودي لها رسائل للعالم بره. أرجوكم شوفوا المصريين، الكاميرا دايما ما بتكذبش، الكاميرا هي اللي بتتحدث عن نفسها. منذ قليل تابعنا طبعا المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات للإطمئنان على سير العملية الانتخابية، فتحية لهذه الهيئة الموقرة العظيمة فعلا التي تعمل بهذا الجد والجهد والاجتهاد. أحب أذكر حضراتكم أن الهيئة طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات صرحت ل 14 منظمة دولية بعدد 22 متابع دولي لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024، وأيضا أنه تمت الموافقة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيا متابعا للعملية، و68 منظمة محلية، و22340 متابعا محليا، و220 متابعا دوليا، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعا إعلاميا، و72 وسيلة محلية، و428 متابعا للتغطية الإعلامية. العالم كله بيشوفنا، صحف وكالات أنباء، العالم كله بيشوفنا. وهرجع لضيف الكريم سيادة اللواء دكتور خالد إدريس، عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية ومساعد مدير أمن كفر الشيخ سابقا ومدير إدارة حقوق الإنسان سابقا. عايز أتكلم على هذا المجهود اللي هسميه من الدرجة الأولى، هو مجهود وطني للسادة القضاة الأجلاء في هذا العمل المضني للإطمئنان. شوف حضرتك الحرص والاطمئنان المستمر على كافة الجان على مستوى الجمهورية. عندك مشكلة قولها، عندك عقبة قولها عشان أذللها وأنا موجود، بحيث ما فيش أي مشكلة ممكن أن تواجه الناخب أثناء الإدلاء بصوته. عايز أتكلم عن حجم هذا المجهود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة أنشئت بالدستور 2014. الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة لها استقلالية تماما زي ما سبق قلنا، وتوقفنا ماذا تعني بالاستقلالية التامة؟ لها شفافية وعدم مساءلة لأنها بتقوم بواجبها الوطني. هذه الهيئة بيتكلها مجلس إدارة مكون من 10 من كبار المستشارين في الدولة، 2 من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، 2 من أقدم رؤساء محكمة الاستئناف، 2 من أقدم الهيئات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء الإداري ومجلس الدولة. هذه المجموعة المنتقاة من رجال القضاء العظماء بيقوموا بإدارة هذا الهيئة، وبيستعينوا بمن يختاروهم من أعضاء في الهيئات القضائية أو خارج الهيئات القضائية علشان يعاونوهم في العمل بتاعهم. معهم جهاز تنفيذي كبير، هذا الجهاز بيقوم بعمله في من بداية الانتخابات، من قبل بداية الانتخابات، من قيامه بإعداد الكشوف الخاصة بالناخبين، بتنقية هذه الكشوف وتحديد المقار الانتخابية وأماكن هذه المقار الانتخابية، تحديد وطبعا طبقا للتوزيع الجغرافي أيضا عدد القضاة اللي محتاجينها كل لجنة انتخابية قد إيه، وعلى مستوى الجمهورية نحتاج كم قاضي. هذا القاضي لازم يكون يعني متواجد من قبل بداية الانتخابات لغاية بعد انتهاء الانتخابات بشكل كامل داخل هذه الهيئة. بيستعينوا ببعض القضاة يكونوا أكثر، إذا كان في احتياجات أكثر بيقوموا بأعمال بيساعدوا زمايلهم. يعني الحقيقة أنها لها على كاهلها الكثير من الأعمال، وبالتالي فهي مكلفة بأنها تقوم بإدارة هذه العملية الانتخابية. والحقيقه ان انا يعني الاعداد الكثيفه للناخبين، يعني لما نقول ان في 67 مليون ناخب، هذه 67 مليون ناخب محتاجين ان هم ينزلوا يصوتوا، لان ممكن ينزلوا كلهم، فده محتاج ان انا اكون عندي فعلا بطاقات اقتراع ليهم كلهم. واذا كان سياده المستشار باخد منه كلمه ان في جنوب سيناء من اول يوم في لجان خلصت، كل الناس راحوا بطاقات اخرى، كل الناس راحوا كل الناس راحوا اللي موجودين في المكان ده معناه ان انت هتلاقي
ان شاء الله نتيجه هذه الانتخابات نتيجه غير متوقعه تفوق ما كنا نتوقعه من اعداد. وطبعا يعني عايز برضو يعني اقول على الكلام اللي قاله الشائعه، ما هو دي بقى احنا مشكلتنا في مصر، وهي دي النقطه الشائعات اللي انا كنت لسه المغرضه هتكلم حضرتك فيها. معالي المستشار رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات قال، حضراتكم طبعا تابعتوا، ان في البعض بيقول لك في يوم رابع. شوف حضرتك، احنا كنت لسه بتكلم مع سياده اللواء الدكتور خالد ادريس، الشائعات، ويقول لك انا هنزل اعمل ايه، خلينا اتكلم مع حضراتكم كده يعني، وصوتي مش عارف ايه، كل الكلام ده غلط. صوتك مهم وحضرتك مهم وليك صوت، والدستور ادالك الحق انك انت تمارس هذا الحق، بتسيبه ليه؟ ما تسيبش حقك، انزل شارك، اختار اللي حضرتك تعوزه. لكن زي ما تابعنا هذا البيان او هذه الكلمه الاخيره من الهيئه الوطنيه للانتخابات، ان في يوم رابع، لا، تم نفيه. دكتور خالد ادريس او اللواء دكتور خالد ادريس، لما نسمع حاجه زي دي او ان المواطن يسمع حاجه زي دي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا بدل ما هيكسل النهارده يقول لك بقى في يوم، في يوم رابع. ما هو ده الاتجاه المضاد. ان حضرتك تلاقي ناس يعني شايفه ان الانتخابات خدت حيز اكتر من هم متخيلينه. فاحنا طب احنا نواجه هذا الحدث ازاي؟ نقول للناس لا، ده بكره في يوم رابع، ما تتعبش نفسك وتروح النهارده وتجهد نفسك وفاضل ساعتين على اليوم يخلص، خليك من بكره فلا ويضيع على نفسه حقه المشرع اداهوله في التصويت في هذا اليوم. فانا بقول له يا جماعه، لو حضرتك هتتواجد من دلوقتي في اللجنه وهتستنى، لان المقار الانتخابيه زي ما قال سياده المستشار لن تغلق ابوابها الا الساعه 9، فكل اللي موجودين داخل المجمع الانتخابي داخل المقار لا يمكن لازم يسمح لهم انه يدوا صوته، حتى لو اللجنه قعدت تعمل حتى ساعات الصباح الباكر. لازم يخلص كل اللي موجودين داخل هذا المقار. فالمقار هيقفل الساعه 9 بس كل الناس اللي هي لها حق الانتخاب تخش داخل المقار، حتى لو تتكدس داخل المقار. لازم ملزم القضاء، الساده القضاء، ان هم ياخدوا اصواتهم لغايه انتهاء هذه الاصوات واعدادها. وبعد انتهاء ان شاء الله الاصوات ان شاء الله نسعد جميعا بان احنا نشوف النتيجه العظيمه اللي هي كميه المشاركه الغير عاديه، والنسبه ان شاء الله اللي هتكون غير عاديه وعاليه جدا ان شاء الله في هذه الانتخابات ان شاء الله. وده شيء فعلا يفرحنا ويسعدنا ومشرف طبعا. وفعلا الهيئه الوطنيه للانتخابات يعني مشكوره، قامت بعمل غير عادي، بدايه من اعداد القوائم، بدايه من اختيار المرشحين للرموز بتاعتهم، لكشف الطب على المرشحين، للتاكد من صلاحيتهم لرئاسه الجمهوريه، من ان هم اخذوا اعداد الاصوات المطلوبه للترشح، اذا كان اعضاء مجلس النواب او اعضاء او توكيلات في الشهر العقاري. كل ده الهيئه الوطنيه للانتخابات فعلا قامت بيه، وفعلا وصلتنا الى هذا العرس الانتخابي، وان احنا في 3 ايام يعتبروا من اسعد ايام الشعب المصري في هذه اليوم. تمام. علشان كده انا عايز اقول للسيد المواطن المحترم، أرجوك لا تلتفت لأي شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها. خد معلوماتك وأخبارك من مصادرها الموثوق بها. عايز تعرف الحقيقة، اسمع البيانات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، هي دي اللي بتديك الصح. ما تسمعش من أي حاجة تانية خالص. لو صدقت أي حاجة تانية خالص حضرتك اللي هتدفع الثمن. زي حكاية اللي هنسميها شائعة ان في يوم رابع، لا، سيادة المستشار الجليل نفى هذا الموضوع. وعايز اقول حاجة تانية، ان حضرتك الموضوع مش ان حضرتك مجرد تنزل بس كده وتعلم وتمشي، لا 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 لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع له ابعاد اكبر من كده بكتير. الموضوع انك انت لما بتنزل بتشارك، انت بتشارك في اختيار رئيسك، انت بتشارك في تنمية، انت بتشارك في استثمار، انت بتشارك في تحقيق امن وامان مجتمعك، انت بتشارك في ان يكون بلدك شكلها قدام العالم بهذا الشكل المشرف. ارجوك ما تكسلش، مش هتخسر حاجة. كان عندك 24 ساعة، انت يعني من 9 ل 9 ده 12 ساعة، والله ما بتاخد ربع ساعة 10 دقايق يعني. معلش اتعب شوية، هنقول نص ساعة،
بس علشان حضرتك وعلشان ابنائك والاجيال القادمه محدش يلومك بعد كده انت ما نزلتش ليه. اللواء دكتور خالد ادريس، زي ما قلت ان نزولك مش مجرد انك تنزل وتأشر على المرشح اللي انت عايزه، لا ده له ابعاد تانية كتيره خالص. هو انا عايز بس اقول للمواطن انت داخل هتختار مين، لازم يبقى عندك قناعه بالمرشح بتاعك. لازم هذا المرشح يكون قادر على ان هو يدي قرارات لمصلحه الوطن. لازم يكون عنده شفافيه، لازم يكون عنده ان هو مسؤوليه هذا ادراك لاهميه هذا الوطن. خلي بال حضرتك يعني اولا رئيس الجمهوريه هو رقم 1 في السلطه التنفيذيه في الدوله، فهو المنوط به وضع السياسه العامه للدوله كلها. صحيح هو معاه حكومه مشكله، معاه برلمان، زي ما حضرتك عارف احنا عندنا 3 سلطات مهمين جدا في الدوله، سلطه تشريعيه، سلطه تنفيذيه، سلطه قضائيه، وكل واحده بتقوم بعملها ودورها المنوط بيها. لكن رئيس الجمهوريه ده بيعتبر رمز الدوله، هو اللي بيعمل معاهدات مع الدول الأخرى، هو اللي بيعمل اتفاقيات، هو اللي ممكن يعلن الحرب في أي وقت. فلازم يكون اختياري لرئيس الجمهورية نابع من قدراته على ان هو ينفذ السياسة اللي الدولة محتاجاها في الفترة الراهنة. هذا رئيس الجمهورية طبعا الدستور اللي اداله حمايه وفي نفس الوقت ادى عليه رقابه، بحيث ان هو مرفوض عليه انه يعمل اداه معينه، زي مثلا يرفض عن رئيس الجمهوريه يشتغل باي حاجه او عمل تجاري او حاجه خلال فتره رئاسته، واذا قام باي عمل يعتبر عمل باطل. ده برضه هي بتحافظ على قيمه منصب رئيس الجمهوريه. لا يجوز ان هو يعمل باي اعمال او يقوم باي، لا يجوز ان هو يمسك منصب حزبي خلال فتره رئاسته. يعني مثلا على سبيل المثال ال3 رؤساء احزاب اللي موجودين حاليا على الساحه المرشحين للانتخابات، لو حد فيهم بقى رئيس جمهوريه يستقيل فورا من الحزب بتاعه ويعين غيره في الحزب ده وهو يبقى رئيس لكل المصريين. جميل. مدى اهميه تنوع الساده المرشحين للرئاسه في انتماءاتهم السياسيه، مدى اهميه هذا الموضوع؟ في الحقيقه ان انا سعيد جدا ان في 3 رؤساء احزاب دخلوا. اولا يعني اذا وافقهم الحظ وبقوا احدهم رئيس جمهوريه، فده هيبقى يعني شيء عظيم ان الحياه الحزبيه في مصر وصلت الى قمه عملها. وبعدين والديمقراطيه، اذا كنا بنتحدث عن الديمقراطيه فهذه هي الديمقراطيه، والحياه الحزبيه جزء من الديمقراطيه طبعا. هو حضرتك يعني التداول السلمي للسلطه ما ده جزء من الضوابط الخاصه بحمايه حقوق الانسان. لازم يكون في تداول سلمي للسلطه، ولازم يكون في تعدديه حزبيه علشان نشوف احزاب جديده واحزاب ناهضه واحزاب متحفزه انها تعمل حاجه، وده شيء جميل. ده عارف حضرتك يعني ان هو في كثير من الاحزاب في مصر، حد مين عارف قعدتهم قد ايه ولا عملهم ايه ولا بيعملوا ايه، لكن وجود ال3 احزاب دول خلى الناس عرفوا والله ده في حزب اسمه حزب الشعب الديمقراطي، ده في حزب اسمه الحزب الجمهوري، ده في حزب اسمه يعني حزب مش انا بقول على اسماء الاحزاب اللي هي شاركت او الاحزاب بقيه الاحزاب اللي هي موجوده حاليا واللي بتنزل رجالاتها ان هم يتواجدوا في اللجان الانتخابيه عشان يساعدوا الناس بحب وعزه، ان انا عايز اساعد الناس ان هم يصوتوا. اذا معنى كده سياده اللواء ان للاحزاب لها دور هام جدا في توعيه المواطن وزياده وعيه. اولا حضرتك احنا لن نرجع الى الحزب الواحد، وده مهم جدا. احنا يعني عندنا تعدديه دلوقتي التعدديه تدل على الديمقراطيه. انت عارف حضرتك برضه احنا بعد ثوره 52 لما لغينا الاحزاب وبقى في منابر، وبعد كده الحزب الاشتراكي، وبعد كده دخلنا الحزب الديمقراطي، يا ده طبعا ده عمل مشكله كثيره جدا وكبيره جدا، لان الاحزاب ما خدتش سلطتها وما خدتش حقها في ان هي تشارك وتتواجد في الشارع المصري. لكن دلوقتي وجود الاحزاب دي ومشاركتها في الشعب المصري، وجودهم وبرامجهم، ايه البرامج بتاعتهم، لازم اعرف ايه البرنامج اللي خاص بالحزب ده علشان هل اخش اشترك مع الحزب ده ولا لا اشترك معاه. عفوا سيادة اللواء، ومعي على الهاتف مباشرة الزميل ايهاب سعيد من طنطا. مساء الخير يا ايهاب، طبعا هو معانا على الهواء الان. مساء الخير وائل عليك وعلى ضيوفك وعلى الساده المشاهدين. احنا حاليا ما زال تواجد تنتشر خارج اللجان في مدينه طنطا. حاليا احنا موجودين في لجنه ام المؤمنين، بتضم 3 لجان، لجنه وافدين و2 لجنه
لجنه لدائره اول واثنين لجنه الصوت بس ايهاب بعد اذنك. دائره تمام. اول طنطا. حاليا المشاركه يمكن المشاركة منذ الصباح، يمكن توافد المواطنين بحشود كبيرة. يوجد بالخارج مسيرات للحث على المشاركة في العملية الانتخابية. كمان رصدنا النهاردة مواقف إنسانية كثيرة. يمكن الإسعاف وصلت منذ قليل بتحمل مسن يبلغ من العمر 70 عام له بطر في الساق، صمم ان هو ينزل يدلي بصوته. نماذج إنسانية كثيرة داخل اللجان في محافظة الغربية. الكل عايز ينزل يشارك، الكل نازل بفرحة. يمكن أقول لك جميع الفئات شاركت في العملية الانتخابية، كبار سن، سيدات، ذو الهمم، الشباب، الكل بيشارك في العملية الانتخابية. وائل إيهاب، ما زال الإقبال كثيف حتى الآن، وخاصة يعني قاربنا على انتهاء العملية الانتخابية وغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 9، وأيضا يعني نشر بأن الجو بدأ يبرد. وما دلالة هذه الكثافة أو هذا الإقبال من قبل الناخبين؟ زميلي إيهاب. بالفعل وائل، يمكن كما ترون بالصورة حاليا التوافد المواطنين داخل اللجان حتى الآن بصفة مستمرة. لم ينقطع توافد المواطنين أو الناخبين منذ الصباح حتى وقتنا هذا. يمكن العدد بدأ يزيد في الفترة المسائية أكثر من الفترة الصباحية كمان. طبعا أنا أشكرك شكرا جزيلا، وما زلنا نتابع معك على الهواء مباشرة متابعة حية لسير العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024. وسادة اللواء، احنا شفنا دلوقتي يعني الساعة دلوقتي 6 إلا شوية، وبنلاقي الكثافة برضو ما زالت يعني مستمرة. برضو دلالة ده ايه يعني واصرار المرأة. انا عايز اتكلم بقى يعني المرأة دي عايز اتكلم عنها في وقت كبير جدا، لانها بالفعل دائما هي التي تتصدر في كافة المحافل السياسية اللي احنا بنشوفها في انتخابات سابقة، انتخابات برلمانية، شورى، والآن في انتخابات رئاسية بنجد المرأة، وخاصة بنجد أيضا أن المرأة الريفية اللي بنكون لها كل الاحترام والتقدير بالفعل احنا شايفينها دلوقتي امام صناديق الاقتراع وواقفه في التطوير. لا انت عارف حضرتك برضه انا عايز اقول حاجه، ان المراه المصريه متى بدات لها حق في التصويت؟ ده هجيب تاريخها بقى. المراه المصريه لغايه سنه 56 بالقانون 3 مارس 56 ما كانش بعد الدستور ليس لها حق انها تصوت في الانتخابات. يعني الحقيقه ان من ضمن المزايا اللي عملها الرئيس الراحل عبد الناصر في دستور 56 انها اداها حق فيه ان هي تصوت في الانتخابات. كان الاول الانتخابات للرجال في الدساتير السابقه، وكان ما فيش حد بيقول انها، لدرجه ان هم دخلت نائبتان في بعد كده في الانتخابات، وبعد كده بدات تخش النائبات في الانتخابات لغايه لما وصلنا للعدد اللي احنا فيه دلوقتي من نائبات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فالحقيقه ان المراه المصريه يعني في لما طبعا السيد الرئيس السيسي لما اتكلم معاها في الاستفتاء وقال لها انزلي خدي اولادك واحفادك وانزلي ادي بصوتك، فعلا كان حافز كبير لها انها تنزل وتدي بصوتها، واحساسها بان هي للوطن ومع الوطن وللوطن. يعني دايما ودي بقى اللي احنا كان دايما يقولها لنا في الديمقراطيه، ان انت الديمقراطيه ان انت تعمل للوطن ومع الوطن ولصالح الوطن. فانت هذا الانسان اللي حافظ على هذه البلد، فانت لازم تكون مشارك فيها مشاركه عامه في الانتخابات. طبعا حضرتك احنا عارفين ان احنا دستور 23 كان هو اول دستور طبعا ينص على الحق في الانتخاب للمواطن المصري. وبعد كده دستور سنه 30 طبعا تم يعني ايقاف العمل بيه بعد كده، ودستور 56 ودستور 71 الى الدستور الحالي 2012 المعدل سنه 2014
المادة 78 نصت على الحق في الانتخاب والتصويت والترشيح في الانتخابات وفي الاستحقاقات كلها لكل مواطن سواسية سواء ذكر أو أنثى، وده شيء عظيم. فالمرأة المصرية الحقيقة إن هي يعني بقت سباقة إنها تروح، وبنلاقي دلوقتي إن هم أكثر حرصا على إن هم يدلوا بصوتهم، وبتاخد معاها أولادها وأحفادها تروح بيهم الانتخابات علشان خاطر يدلوا بأصواتهم. سيادة دكتور خالد إدريس، وهذا ما يذكرني بما يعني تحدثت عنه، أنك أخذت ابنتك أو هي التي طلبت منك أن تذهب إلى صناديق الاقتراع. هذا ما نأمله فعلا من كل أم وكل أب، وخاصة أخص الأم، لأن الأم دائما أو المرأة هي التي تستشعر بالخوف، تستشعر بالخوف على أسرتها، تستشعر بالخوف على مجتمعها، تستشعر بالخوف على بلدها. علشان كده دايما احنا بنلاقيها، هو ده التفسير فعلا، احنا بنلاقيها دائما بتتصدر هذه المشاهد السياسية، وأرادت أن تمارس هذا الحق الدستوري كامرأة ولها رأي ولها كلمة أن تشارك، وما سبق وما سيأتي إن شاء الله. الحوار الوطني كان له دور هام جدا على فكرة، ولا يمكن أن نغفله، بأن الحوار الوطني كان له دور فعال في زيادة وعي المواطن، وقد يكون هو هذا أيضا من الأسباب التي جعل أن يكون هناك كثافة في الإقبال من السادة المواطنين. ماذا عن هذا الموضوع سيادة اللواء؟ وطبعا الحوار الوطني ومخرجات المرحلة الأولى وإن شاء الله تتبعها المراحل الأخرى ده كان شيء عظيم، وكان الدولة شايلة ايدها منه وسايبه المنظمات والاشخاص العامه يديروا هذا الحوار الوطني علشان خاطر استقلاليه تماما وحريه في تعبير عن الراي، يعني قول اللي انت عايزه. وده وخلي بال حضرتك ان هم في حاجات طلبوا السيد رئيس الجمهوريه بيها، زي مثلا العفو الرئاسي، ولبى الرئيس الجمهوريه. وخلي بال حضرتك ان العفو اصل في ناس بيقول لك ايه له شروط. ليه بقى؟ لانه حضرتك طبعا اولا العفو العام لا يجوز الا بقانون، يعني ما ينفعش ان رئيس الجمهوريه يعفو عن عقوبه عامه غير بقانون، القانون هو اللي ينص عليها. انما هو بينص على العفو في الجرائم التي ليست فيها اضرار بالدوله. يعني ما ينفعش مثلا يعفو عن واحد قاتل، ما ينفعش يعفو عن واحد تاجر مخدرات، ما ينفعش واحد تاجر اسلحه، لا ما ينفعش. فيه ضوابط خاصه بالعفو والافراج الشرطي والكلام ده كله رئيس الجمهوريه بيلتزم بيه. الحوار جلسات الحوار الوطني الحقيقه ان هي اللي انا لاحظته ان هو كان فيها شفافيه وفيها محاولات لان احنا نطلع النتائج. كان في نتائج وتوصيات، وكان في نتائج وتوصيات المرحله الاولى، وان شاء الله تتبعها المراحل القادمه. دي كلها عوامل ساعدت في الانتخابات الحاليه ورفع الوعي للمواطن طبعا. ده بالاضافه حضرتك ان احنا خلال 10 سنوات الماضيه احنا لاحظنا ان في مشاريع كبيره، مشاريع ضخمه، وده انا بقول ان هو يعني هيلقي على عاتق رئيس الجمهوريه القادم يعني فعلا على كاهله الكثير والكثير من الاعمال اللي لازم هيقوم بيها، لان هو عنده اعداد كثيره من المشاريع الكبرى لازم يستكملها علشان الدوله فعلا محتاجاها. احنا دلوقتي دخلنا في اكثر من 1 أو 2 مليون فدان اصلاح، دخلنا في الزراعه السمكي وده مهم جدا الناس محتاجاه، لان احنا لازم يبقى عندنا فعلا، يعني مش ممكن كل هذه المسطحات المائيه وان احنا نستورد سمك، ده يعني غير معقول وغير مسموح به. لازم الدوله تنتج للمواطن كل ما يحتاجه من مواد غذائيه، وبدانا فعلا نزرع قمح بكثافه علشان احتياجاتنا من القمح وغيره. ففي مشاريع كبرى، هذه المشاريع الطرق العظيمه اللي بقت موجوده دلوقتي، شق قناه السويس ورفع كفاءه قناه السويس واللي شعرنا بيها واهميتها للمجتمع الدولي كله لما حصلت ان في مركب شحطت في القناه. لا ده في اعمال ومحور قناه السويس والمشاريع الضخمه اللي موجوده في قناه السويس. نعم. ده كل ده هيلقي على عاتق رئيس الجمهوريه القادم يعني فعلا اعباء كثيره، انه كيف ينهض بهذا المجتمع في ظل هذا الرواج من المشاريع القوميه اللي الدوله فعلا محتاجاها ل100 سنه قادمه. هذه المكتسبات التي تحققت على ارض مصر
كيف يحافظ عليها المواطن المصري؟ فإن هذه المكتسبات هي له وللأجيال القادمة أيضا، إزاي يحافظ عليها؟ لازم يكون في الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع. يا جماعة أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عندنا في مشكلة، وهي مشكلة التلوث البيئي، وللأسف إن إحنا فعلا هذه المشكلة بتعوقنا وبتضر بالمجتمع بتاعنا. التلوث البيئي ده فيه إضرار غير عادي، وطبعا المحافظه على المشاريع ديت مهم جدا لنا. يعني حضرتك النهارده لما اسمع من وزير النقل يقول لك والله احنا هنعمل المشاريع بتاعتنا كلها بهذه الكفاءه وهذه القضاء. ليه؟ لان انا بعمل مشروع للاجيال القادمه، انا ما بشملش مشروع عشان استفيد بيه النهارده وبكره وبعده، لا انا عايز الجميع يستفيدوا بيه والدوله تستفيد بيه ونحافظ بيه على وطننا ونرعى بيه مواطنينا ونحيا حياة إن شاء الله كريمة. وده اللي احنا بنقول عليه، ان احنا 1500 قرية في المرحلة الأولى من حياة كريمة، إن شاء الله يزدادوا هذه 1500 قرية تبقى أكثر وأكثر حتى تعم كل مجتمع المصري إن شاء الله حياة كريمة إن شاء الله. طبعا أنا يعني سعدت بهذا اللقاء مع السيد اللواء دكتور خالد إدريس، عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومساعد مدير أمن كفر الشيخ سابقا ومدير حقوق الإنسان سابقا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، وتحيا مصر. دائما نقول تحيا مصر. مشاهدينا الكرام، وطبعا متواصلون معكم على مدار الساعة حتى غلق الصناديق، وأيضا إن شاء الله أثناء الفرز، ومتابعين أيضا أو متابعون معكم مع السادة الزملاء. بلادي عيش حرة واسلمي